الحكاية عن ميراثي أنا القطة سكسكة. هحكي لكم باختصار. أنا سكسكة، قطة بيض. أبويا المرحوم عم قط ساب لي تركة جبنة رومي و4 شقق في عمارة الكلاب و3 كيلو سردين في البنك. بس لما مات كل حاجة راح. أنا هتجنن بجد. راحت فين التركة اللي أبويا المرحوم عم قط سابها لي؟ فين الجبنة بتاعتي الجميلة؟ أنا مش هسكت، مش هسيب حقي يروح. أنا بنت قطب الكبير. ودلوقتي هروح أهدي أعصابي شوية، أروح أقعد على القهوة أشرب شاي، أروق دماغي شوية، وكمان منها لو لقيت حد أسأله أفهم الجبنة بتاعتي راحت فين. واحد شاي معاك وصلحه. خدي بالك يا سكسكة، اللي بياخد حقه في الحارة دي لازم يكون عنده مخ زي الفار ومخالب زي الأسد. أنا شفت الجبنة آخر مرة كانت مع القط فلفول. دي الجبنة جاتلي كهدية من عم قطب قبل ما يموت. الجبنة دي بتاعتي ومن حقي، عم قطب ادهاني. ايه هي الهدية كمان؟ هترجعوا تاخدوها؟ يلا من هنا بقى. هدية ازاي يعني؟ هو انت قريبنا اصلا؟ قريبنا منين ده عشان نديله هدية؟ طيب انا مش هسيبك يا فلفل، وهروح لحد المحكمة وهشتكيك. انا القاضي شاب. سكسكة معاكي دليل؟ ايوه معايا دليل يا حضرة القاضي، ودلوقتي هوريك صورة عم قطب. صورة كان جابها لي عم قطب وفي ظهرها مكتوب سكسكة الجبنة ليكي والباقي ياكل هوا. حكمت المحكمة برجوع الميراث كاملا و10 علب تونة تعويض معنوي لسكسكة. الله، اخيرا حقي رجع وميراث ابويا رجع. اللي يطمع في رزق غيره في الاخر ياكل هوا، بس انا هاكل جبنة وبالهنا.